السلام عليكم متابعين قناتي حلويات ام حمزه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وعواشركم مبروكه، عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. وبمناسبه العيد غنشارك معكم ان شاء الله اليوم مع الكاوكاو واللي ناجحه 100%، والطريقه سهله وبسيطه جدا، والمقادير حتى هما بساط. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المقادير والطريقه. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي محمر في الفران ومطحون. غادي نزيد عليه هنايا 4 ديال الزلايف ديال الكوك، وغنزيد تقريبا 2 زلايف معمرينش ديال سنيده، يعني زلافه لاروب. هنايا انا درت كيلو، نتوما تقدروا تقسموا الكميه، ديروا نص كيلو الكاوكاو وديروا له زلافه سنيده و2 زلايف ديال الكوك. وهنا عندي 4 زلافه ديال الزيت المائده اولا نص كاس. هنا عندي زلافه لاروب ديال المربى ديال المشمش او الكونفيتور ديال المشمش. هنا عندي هاد الساشي ديال زهره البرتقال، وغادي نضيف الكاكاو. هنا عندي 5 ديال المعالق ديال الكاكاو، وعندي 4 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. وغادي نبدا نزيد البيض بالتدريج. بالنسبه لهذا الخليط هذا اللي فيه كيلو ديال الكاوكاو، تقريبا هز ليا 11 بيضه اللي هز ليا. بالنسبه للبيض كتبقاو يعني نتوما كتدلكوا، نتوما كتزيدوا. انا هنايا كنهرس القياس اللي عارفه غادي يقدني، وغادي نبدا كندلك في المعلكه ديالي. ومن بعد الا خصني غادي نزيد. هنا انا ما كما قلت لكم جاني الخليط هو هذاك، ما زدت حتى شي بيضه. الخليط هز لي 11 بيضه. صافي، وكنبدا نخلط دوك المواد كاملين مع بعضياتهم. هنا انا درت كلشي دقه واحده وبديت كنخدم نيشان. هنا صراحه راني مدروكه مع التوجات ديال العيد، وخطفت لكم هذا الفيديو هذا من وسط بزاف ديال الزحام ومن وسط بزاف ديال الروينه. اسمحوا لي وصافي الا كندير بزاف ديال الاخطاء. المهم دايره مجهودي صراحه باش يعني نوصل لكم المقادير هما اللي مهمين، والطريقه بزاف كنت دايره مجهودي باش نوصلهم. صافي كنبقى هكا كندلك حتى كيندمجوا دوك العناصر مع بعضياتهم كاملين. هنايا كنضيف الخمارات، وكنمعك داك الخليط مزيان حتى ما كتبقى فيه حتى شي كويره. هاين الكاوكاو فاش كنطحنو كيولي بحال كيتكور. انا كنخدموه مزيان حتى كيولي ملس، حتى ما كتبقى حتى شي كوره هكا ديال الكاوكاو تما في الخليط ديالنا. صافي هنايا راه تقريبا نعتبروه راه واجد. غادي نخليه هكذا، وغادي نمشي نغسل يدي باش نبداو ان شاء الله نكورو. هنا غير غتغسلوا يديكم راه ما يبقاش الخليط يلصق. صافي هنا من بعد ما غسلت يدي كما شفتوا ما بقاش كيلصق. غادي نجيب ما زهر وغادي ندهن يديا، وغنبدا كنشكل كويرات، وغنرميهم في السكر كلاصي اللي سبيسيال. ضروري من السكر كلاصي في المعلكات بصفه عامه يكون سبيسيال باش تيبقاو عاطين هذاك اللون ديال السكر وداك الشكل ديال السكر ما كيذوبش. اما الا ما كانش سبيسيال راه كيذوب وما تيبقاش المنظر ديالو زوين. صافي انا هنا بالنسبه للكويرات كديروا على كلها على حسب القياس اللي بغاهم صغيورين هكا ومتيولين، واللي بغاهم كبار، كل واحد وشنو كيبغي.
صافي هنايا من بعد ما درتهم في سكر كلاصي غنبدا كنستفهم في اللاطه اللي مفرشه بالورق. ضروري من انها تكون مفرشه بالورق ديال الفريزي على حسب باش ما يلصقوش، يعني ما تلقاوش صعوبه باش تحيدوهم من اللاطه. من الاحسن انكم تفرشوا الورق ديال الطبخ. المهم راني دايره مجهودي صراحه باش نشارك معكم في هذا العيد، مقتطفات من التجهيزات ديال العيد. صافي هنايا من بعد ما كملتها درتها في الفران على عافيه مهيله تحت العافيه حتى كتشقق. وكنطلعها تقريبا واحد 2 دقائق فوق العافيه، ما كاملاش يعني تقريبا 2 دقائق صافي، وكنجبدها باش ما كتكرمليش. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما شاء الله طلعت زوينه ومشقه وعاطيه الديكور زوين ومعلكه من الداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. عيدكم مبارك سعيد، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.